اليوم رح أحضر أكلة سهلة وسريعة وكتير طيبة. شيش طاووق مع الخضار بالفرن. خلونا نشوف سوا كيف رح أحضرها. لتتبيلة الشيش طاووق 4 معالق من اللبن الزبادي، نص عصير حبة حامضة أو ليمونة، ربع كوب زيت زيتون، حبة من الثوم المهروس، ملعقة كبيرة من رب البندورة، وشوية بهارات رح يظهروا عندكن على الفيديو. هيدي التتبيلة كتير طيبة، حتى فيكن تستخدموها للدجاج بالفرن. هون عندي قطع صدورة قطعتها بهيدا الحجم مكعبات، مننقعها من ربع ساعة لليلة كاملة. هون استخدمت بطاطا مكعبات مع حبات فطر، ملحتن، حطيتلن شوية زيت زيتون وشوي من الأورجانو. فيكن تستخدموا أي خضرة، فيكن تستخدموا بصل، بندورة، اللي انتو بتحبوه. هلأ بحطهم مع شيش طاووق وبحركهم بهيدا الشكل. بعدين بحطهم بقلب البايركس أو أي صينية للفرن. إذا أنتو بتحبوا فيها صوص اعملوا مثلي. الباقي التتبيلة حطيتلها 3 معالق كبار من المي وضفتهم فوقها. إذا بتحبوها ناشفة ما تحطوا صوص أبدا. بعدين بدخلها على فرن حامي، تقريبا بتاخد نص ساعة. آخر رف من تحت، بعدين بنعطيها لون 5 ل6 دقايق، بتطلع عنا بهيدا الشكل مستوية وريحتها بتشهي. قدمتها حد رز أبيض. طبعا كتير سهلة وأبدا ما أخدت معنا وقت. رح فرجيكن إياها هيك عن قريب. بتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكن، وألف صحة وعافية.